النهاردة موضوعنا هو سحر الجنون. سحر الجنون، هل هناك سحر يسمى بسحر الجنون؟ نعم، هذا نوع من أنواع السحر وهو الجنون. تمام. فهذا أيضا السحر أو نوعه وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم، مر على جماعة عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه به؟ فيقول فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، يعني شوفي، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل قلت غير هذا؟ يعني قلت حاجة غير فتحة الكتاب؟ فيقول قلت لا. قال فخذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وأيضا في رواية فرقاه بفتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقة ثم تفل، يعني فريقه وبتفل وملس عليه. فالرقية ما دام بكتاب الله فهي حلال. تمام. سحر الجنون ده ايه الأعراض بتاعته اللي هو بيقع فيه بعض الناس، وقد يذهب إلى كثير من الأطباء، والأطباء لا يكتشفوا شيئا له ويقولون ليس به شيء، ولكنه يعاني آلام شديدة ويعاني من شرود ويعاني من الأعراض اللي أنا هذكرها لكم دلوقتي، والطبيب مش يعرفها. تمام. وده بيكون بسبب سحر، لأن السحر ده أنا هقول لكم إيه اللي بيحصل مع الإنسان عندما يصاب بسحر الجنون. الأعراض بتاعته أولا الشرود الذهني، الشرود الذهني والنسيان الشديد، شرود وذهول ونسيان شديد. الأمر الثاني التخبط في الكلام. الأمر الثالث شخوص البصر وزوغانه. الأمر الرابع أو العرض الرابع عدم الاستقرار في مكان واحد. الأمر الخامس عدم الاستمرار في عمل معين. الأمر السادس عدم الاهتمام بالمظهر. الأمر السابع في الحالات الشديدة ينطلق الشخص على وجهه، بمعنى أنه يطلع مش عارف هو رايح فين، لا يدري أين يذهب، وربما يوجد أنه نائم في الأماكن المهجورة. تمام. دي كلها أعراض من أعراض سحر الجنون. طب بيحدث إزاي سحر الجنون؟ ده بيقوم الجن اللي هو خادم السحر أو الموكل بالسحر بيدخل في الشخص المسحور ويتمركز في منطقة في مخه. كلما كلفه الساحر يقوم بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله. عند ذلك تظهر الأعراض اللي بيعاني منها الإنسان المسحور. تمام. طيب إيه العلاج بتاعة الإنسان اللي بيصاب بسحر الجنون؟ العلاج واحد في كل حالات أنواع السحر، العلاج واحد، وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، تشغيل سورة البقرة في البيت، الاستماع للرقية الشرعية، استماع للرقية الشرعية لمدة لا تقل عن يعني 7 أيام، 7 أيام 3 مرات يوميا، وهنستمع إليها بإذن الله تعالى مع المحافظة على الصلاة وأذكار الصباح والمساء، تشغيل سورة البقرة في البيت، سوف نتخلص من أي نوع من أنواع السحر، والإنسان يحافظ على صلاته في أوقاتها ويحافظ على صلاة الجماعة إن كان رجلا، فبهذا سيتخلص من هذا الأمر، وبأمر الله تعالى سيجد أنه تخلص من كل الأعراض التي كان يعاني منها قبل ذلك، بالمحافظة على الصلاة وأذكار الصباح والمساء وتشغيل سورة البقرة والاستماع للرقية 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام. بهذا يتخلص من هذا السحر. وهذا ما أردت أن أبينه لكم عن سحر الجنون، وأتمنى من الله أني أكون قدرت أوصلكم معلومة بأمر الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.